السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير النقل الزملكاوي المتعصب الفاشل كامل الوزير اللي حاشر نفسه في الكورة وهو أجهل ما يكون، طالع يقول على الهوا أنا زعلان على حال الكرة المصرية وحال المنتخب والأهلي والزمالك. لحقت تنسى يا كامل يا فاشل من كام شهر لما قلت بلسانك وعلى الهوا الأهلي مش هيشمها تاني؟ لحقت تنسى؟ عموما انت يا كامل يا وزير مش هتشمها تاني، لا هتشم نعمة العقل ولا هتشم نعمة الفهم، وراجع لك في الحلقة دي بكلام كتير يا كامل يا وزير. انما خلينا وراهم لآخر خطوة، خلينا مع حسن الظن. خلينا مع ايه؟ مع حسن الظن رغم كل اللي بيحصل. هل مباراة الأهلي والهلال السوداني 1 أبريل هتتلعب فعلا في استاد القاهرة ولا هتتنقل؟ هل في لعبة ماشية بانتظام وترتيب جهنمي ولسه بس فاضل إنها تعلن لنقل الأهلي والهلال من استاد القاهرة؟ النهاردة رسميا ماتش منتخب مصر ومنتخب مالاوي يوم 24 مارس اتنقل من استاد القاهرة. خلاص هيتلعب يوم 24 مارس في ملعب الدفاع الجوي بحضور 20,000 متفرج. النهاردة برضو كل ده النهاردة ماتش الزمالك والبنك الأهلي في كأس الرابطة في دور ال16 اللي هيتلعب يوم الحد اللي جاي 26 مارس برضو اتنقل من استاد القاهرة إلى استاد المقاولين العرب. يبقى أنت يا أهلاوي عايز الأهلي يلعب في استاد القاهرة اللي منتخب مصر نفسه ما قدرش يلعب عليه، اللي الزمالك نفسه ما قدرش يلعب عليه، وده ملعب المنتخب وملعب الزمالك. شوف لك يا أهلاوي ملعب تاني بقى، اتفضل يلعب في السلام اللي محدش في الأهلي بيحبه واللي كولر قال مش عايزين نلعب عليه، أو روح برج العرب ومرمط جمهورك معاك سفر رايح وسفر جاي. كل اللي فات ده مش مؤكد. لحد دلوقتي مش هنهاجم حد ومش هنتكلم على حد، بقول لكم الصورة من كل جوانبها. لسه هل في تلاعب؟ هل في مؤامرة؟ رايحين فين؟ لسه. خلينا مع حسن الظن. المسؤولين في النادي الأهلي بأخلاقهم اللي انتوا عارفينها وذوقهم اللي انتوا عارفينه عملوا اتصالات بهيئة استاد القاهرة، كلموا وليد نفسه الكبير الرئيس بتاع الاستاد. ايه الأخبار؟ أخبار الإصلاحات ايه؟ قال لهم الإصلاحات هتخلص 27 28 29. قالوا نعمة احنا هنلعب 1 أبريل. بعتنا للاتحاد الأفريقي قلنا له عايزين 1 أبريل يبقى هتكون الإصلاحات خلصت. قال لهم أيوة هتكون الإصلاحات خلصت، بس تفتكروا وليد ده بتاع استاد القاهرة هو صاحب القرار ولا دايما القرار بيجيله من فوق؟ ربنا يستر ونستنى، خلينا نستنى. إنما خلاص بلا رابطة بلا بطولات هابطة، ما يلزموناش. الأهلي يا جماعة مختلف. الأهلي لا بيجري ورا مسابقات ولا ألقاب. الألقاب والمسابقات هم اللي بيجروا وراه. ده الأهلي يا جماعة. الأهلي لما يعتذر عن كاس الرابطة عادي جدا، شوفوا لكم مسابقة العبوها، مسابقة هابطة. هو اللي يعتذر عن كاس أندية العرب، كاس الملك سلمان، اللي ما فيش نادي يقدر يفكر يعتذر عنها، اللي مجموع جوائزها 10 مليون دولار، هيفكر في كاس رابطة؟ مين يقدر يعتذر عن بطولة ب10 مليون دولار غير الأهلي؟ مين منفرد؟ مين كبير؟ مين عظيم؟ مين بيسمو فوق كل حاجة؟ مين لا فلوس تغريه ولا ألقاب تغويه؟ بس الأهلي. بس الأهلي في العالم العربي ده كله وفي أفريقيا. وخلينا في الحدود دي. كاس العرب للأندية بطولة ما تناسبش الأهلي في ميعادها وما تديش الراحة للاعيبته في فترة الصيف، اعتذر على طول. هتيجي انت يا كاس رابطة يا اللي ب7 جنيه ههتم بيكي؟ مع السلامة،
اعتذار على طول. هو ده الاهلي يا جماعة، عشان كده احنا بنحبه، عشان كده احنا بنشجعه، عشان كده احنا بندعمه وبنقف وراه، عشان كده بنقول ما فيش في الدنيا دي كلها نادي في قوة النادي الاهلي ومكانة ومبادئ النادي الاهلي. عشان كده جمهوره قال اعظم نادي في الكون. تعالوا كمان ناخدها من زاوية تانية، زاوية النظام، زاوية الاحترام وزاوية الاحتراف. المدير الفني السويسري مارسيل كولر هو صاحب الصلاحيات الكبرى والدائمة والأولى والمسؤوليات كمان عن نتائج النادي الأهلي وعن الفريق الأول. الإدارة سألته مباشرة، مباراة كأس الرابطة اتحددت 27 مارس في برج العرب مع النادي المصري، ايه الأخبار؟ قال لهم أساسا البطولة دي مش في الجدول، والبطولة دي هتؤذي الفريق، والبطولة دي لا تناسب مباريات الأهلي ولا نظامه ولا جدوله المشحون في الدوري العام، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر القديم، كأس مصر الجديد، كأس السوبر اللي لسه هيتلعب في الإمارات. كولر قال الكلام ده، مجلس الإدارة بقى عنده حلين، يا يعتذر يا يلعب بالاشبال. ما هو الاشبال مش تبع كولر، والاشبال هيمسكهم مدرب غير كولر، يبقى نفذوا الكولر اللي هو عايزه. بس لازم تعرف حاجه انت يا اهلاوي بقى، بتكلم الاهلاويه بس، اي طلب يطلبه كولر بشأن الفريق الاول ويكون في مقدور مجلس الاداره تنفيذه، مجلس الاداره بينفذه على الفور. بس اوعى يكون فاتك في مقدور مجلس الإدارة، يعني مجلس الإدارة يقدر على الكلام ده، الأهلي بينفذه على طول. في كأس الرابطة في دور 16 المحلة طلع الحدود، طلع المقاولين بركلات الجزاء، والإسماعيلي طلع المحلة بركلات الجزاء. الإسماعيلي بقى هيلاعب المصري اللي هو هيعدي بعد اعتذار الأهلي. بص، حاطين الأهلي مع المصري في برج العرب، ولو عدى المصري يلاعب الاسماعيلي فين؟ في برج العرب. دي ناس شياطين، انت والله العظيم يا اهلي بتتعامل مع شياطين. عامر فحمة ده عبارة عن ابليس في هيئة بني ادم، وشكله ابليس، سبحان الله، بتاعت ربنا، شكله ابليس. تتفرج عليه كده، مش اليشع، لا ابليس، مش يهود، مش اليشع، ابليس في هيئة بني ادم. وطبعا هيتمسكوا بيه طول ما انت بتكره الاهلي، طول ما انت بتأذي الاهلي، طول ما انت ليك مكان فين؟ في القمة في مصر مع اشرف صبحي وكامل الوزير والعالم دي كلها. عايزين الاهلي يلعب مع المصري وهو ناقصه 17 لاعب. شفتوا كده في تاريخ الكورة؟ في تاريخ الكورة نادي يلعب مباراة رسمية، خد بالك رسمية، في بلده وناقصه 17 لاعب. مرة ليفربول حطوا له ماتش في الكاس قبل ماتشه في كأس أندية العالم بيوم، استحالة، لعب بالأشبال. عارف حصل ايه؟ خسر 7 ليفربول. الأهلي ما يعملش كده، الأهلي ما معهوش ال7 الدوليين، الشناوي وهاني ومنعم وحمدي فتحي ومروان عطية وكهربا واحمد عبد القادر، ومعهوش ال4 الدوليين بتوع الاشبال، حمزه علاء واحمد اشرف واحمد كوكا ورأفت خليل، ومعهوش ال3 رايحين منتخبات، بيرسي تاو وعلي معلول واليو ديانج، ومعهوش ال3 المصابين، اكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولي. بتتكلم في 17 لاعب، تلعب منين؟ تلعب ازاي؟ الناس دي الحقيقه ابعد ما تكون عن الاخلاق وعن العدل وعن تكافؤ الفرص. ويطلع نكرة بمعنى نكرة من مجلس إدارة المصري على الهوى، يقول لك الأهلي عنده ناشئين، ما يلعب بالناشئين. البطولة مش للناشئين يا حبيب ماما، تعال يا حبيب ماما انت يا بتاع النادي المصري، البطولة مش للناشئين، البطولة للكبار. مش عشان انت ما عندكش ولا لاعب دولي على الإطلاق تقول لي العب بالناشئين. ما عندكش حد في منتخب مصر يا حبيب ماما، روح العب البطولات انت على قدك، تعالى لي في الدوري وهات الحكم وليد عبد الرزاق معاك عشان تاخد مني نقطة حرام وظلم وافتراء. جا دور كامل الوزير اللي بدأت لكم الحلقة بيه، طالع على الهوا في قناة من القنوات يقول حزين على حال الكرة المصرية والمنتخب والأهلي والزمالك،
وعيب نستنى التأهل بأقدام الآخرين. مالك انت؟ يقصد الاهلي عشان التعادل بتاع صن داونز والهلال كان سبب ان الاهلي يبقى عنده فرصة، مش يتأهل، يبقى عنده فرصة انه يتأهل ان شاء الله. الكلمة دي بس عيب ننتظر التأهل بأقدام الآخرين تؤكد لك ان كامل الوزير ده هو أجهل ما يكون في كرة القدم وفي الرياضة، لأن الأهلي بيلعب في مجموعته بنظام الدوري، وفي نظام الدوري نتائج الكل بتأثر على الكل. فاللي يقول نستنى نتائج الآخرين ده ما بيفهمش ومالوش في الرياضة ومالوش في الكرة خالص. الزمالك خد الدوري ازاي يا كامل يا وزير سنة 2003 لما انبي كسب الأهلي 1-0 في آخر ماتش، الجول بتاع سيد عبد النعيم. ما هو الجول ده هو اللي عطى الزمالك الدوري. الزمالك ما خدش الدوري بأقدامه أبدا، بأقدام انبي. فاكر ولا مش فاكر؟ الاسماعيلي خد الدوري سنة 2002 من الأهلي ازاي؟ بأقدام المحلة لما اتعادلت مع الأهلي. الأهلي نفسه خد الدوري 2014 ازاي؟ بالجول اللي الزمالك جابه في سموحة. شكرا للزمالك يوميها، الجول اللي الزمالك جابه في سموحة، وبدل ما سموحة يكسب 2-0 كسب 2-1. الأهلي خد الدوري بالجول ده. هي دي الكورة. في نظام الدوري يا كامل يا وزير يا أجهل من عرف كرة القدم أو اتكلم عن كرة القدم، في نظام الدوري النقط بتلف كله بيهتم بكله. هروح بعيد معاك ليه وانت انا جاي اعلمك. انت وزير، لكن في الكوره وفي الرياضه تعالى اعلمك. تقعد قدامي ومعاك ورقه وقلم وتكتب ورايا. هروح كاس العالم الاخير لسه انا في نوفمبر اللي فات، ما كملناش 4 شهور. تعالى اقول لك بولندا اتاهلت على حساب المكسيك ازاي؟ فاكر ولا مش فاكر؟ اقول لك اخر دقيقه، لا مش اخر دقيقه 96 في ماتش المكسيك والسعوديه، اخر ماتش في المجموعه السعوديه جابت جول، فالمكسيك كسبت 2-1، فبولندا اتاهلت بفرق الاهداف. يبقى بولندا اتاهلت باقدام الاخرين، باقدام السعوديه. اسبانيا، واو، اسبانيا ازاي اتاهلت؟ اسبانيا اتاهلت لان المانيا كسبت كوستاريكا. كوستاريكا كانت متقدمة على ألمانيا 2-1 لغاية الدقيقة 70. لغاية الدقيقة كام؟ 73-74. لو فضلت النتيجة كده أسبانيا بره وكوستاريكا جوه. تخيل. يقوم ألمانيا تقلب النتيجة لصالح مين؟ لصالح أسبانيا. يبقى أسبانيا انتظرت إيه؟ انتظرت التأهل بأقدام الآخرين اللي هو بأقدام ألمانيا. ده كاس عالم، ما بكلمكش على بطولات صغيرة، بكلمك على كاس عالم. الحقيقة المسألة في عقلك محتاجة شوية اهتمام، محتاجة شوية تركيز، محتاجة شوية علم. لازم تعرف معلومات كامل الوزير في الكورة وفي الرياضة زي معلوماته في النقل بالظبط، صفر. عشان كده الحوادث في النقل وفي القطارات ما بتخلصش. عشان كده هو سايب شغله اللي هو كوزير نقل وفاضي للكورة، لأن الكورة أي حد يتكلم فيها، إنما النقل عايزة ناس بتفهم، عايزة ناس بتعرف تقول إيه، عايزة ناس تعرف تتكلم في موضوع كبير زي موضوع النقل. نروح لاستهتار تاني وانحراف تاني وحكام الكرة المصرية. النهاردة محمود البنا خد صفعة من أقوى ما يكون، بس يستاهلها تماما. تلاحظوا معايا ان انا بقالي 4 شهور او 5 بهاجم محمود البنا بكل شراسة بعد ما كنت بتكلم عليه كويس. كنت بتكلم عليه كويس لما كان ماشي ان محمود البنا بقى زيه زي ابراهيم نور الدين، خدام مخلص لنادي الزمالك في الدوري والكاس. النهاردة محمود البنا طلع تماما من حكام الصفوة في افريقيا، الحكام اللي هيديروا مباريات الادوار المقبلة في دوري الابطال وفي كأس الكونفدرالية وفي المسابقات المهمة. محمود البنا فشل ذريع واستبعد تماما. واخدين امين عمر ومحمد معروف من مصر. تخيل، واخدين محمد معروف ومش واخدين محمد البنا. نبهت وحذرت البنا كتير، حذرته كتير من الانحدار، من السقوط، لكن هو اختار طريق المجاملة، اختار طريق الانهيار، اختار طريق السرقة والظلم
واللي شفتوه من البنا في ماتش الزمالك وبيراميدز، واللي شفتوه من البنا في كل ماتشات الزمالك وفي كل ماتشات الاهلي. ده اخر ماتشين للاهلي حاسب على الاهلي 3 بينالتي، 2 في ماتش الاتحاد و1 في ماتش اسوان، وما حسبش ولا بينالتي للنادي الاهلي. ادي النتيجه، ولسه هيشوفوا سواد اكتر من كده الحكام الفسده. النهارده مجلس اداره نادي الزمالك، وهو ما عندوش مجلس اداره، شويه بيقعدوا مع بعض كده، قعدوا مع فيريرا المدير الفني البرتغالي، قالوا له بكل الوضوح خلاص وقتك خلاص، الفريق واقع، خسرنا كاس السوبر في وجودك، خسرنا كاس مصر في وجودك، خسرنا دوري ابطال افريقيا في وجودك، تقريبا خسرنا الدوري احنا الخامس في وجودك. تغيير بقى مهم، جهازك يا فيريرا البرتغالي مشي، جهازك المصري يا فيريرا مشي كمان امبارح، ما فاضلش غيرك. انت عايز ايه يا فيريرا عشان نتراضى وتمشي من غير ما ترفع علينا قضية؟ احنا هندي لك كل فلوسك المتأخرة، وهندي لك كمان شهر زيادة تعويض، العقد بيقول 3 شهور، هندي لك فلوسك المتأخرة وهندي لك شهر التعويض، وتمضي لنا مخالصة وتمشي ويا دار ما دخلك الشر. فيريرا قال لهم طب ادوني يومين افكر وارد عليه. لحد دلوقتي الحقيقة المرشح الاول ميدو بيسخن دلوقتي، قاعد على البوتاجاز، اللمبة الكبيرة بتاعت البوتاجاز، ميدو قاعد ومربع وبيسخن علشان يجي يمسك نادي الزمالك للمرة تقريبا نمرة 99 او 2099. لكن لو جا ميدو مش هيمسك الفريق في مباراة البنك الاهلي يوم الاحد اللي جاي في كأس الرابطة في دور ال16، الماتش اللي اتنقل من استاد القاهرة لملعب المقاولين. غالبا هيجيبوا لها مدرب مؤقت، ممكن يجيبوا مثلا واحد زي محمد صبري، ممكن يجيبوا واحد زي احمد عبد المقصود، ممكن يجيبوا واحد اي حد، خالد جلال، اي حد فاضي كده، تعالى امسك الزمالك وخلص لنا الماتش ده. وطاب مساء.